مرحبا صبايا. اليوم ان شاء الله رح نعمل رز على الطريقة الأوزباكستانية، شغلة كتير مميزة. وعلى الطريقة القديمة رح تعجبكم ورح تحبوها ولازم تجربوها. أنا هلأ حمست بصل جوانح بسمنة. أنا استخدمت سمن حيواني كتير عطى نكهة طيبة، وأنت فيك تستخدمي زيت أو أي دهن بتحبيه. هلأ حطيت اللحمة مع توم وملح، وحطيت جزرة. اللي ما بتتخيل الجزرة كتير مفيدة لموضوع سلق اللحمة وما بتخلي زفرة أبدا. هلا ضفت مي للحمة، غمرتها غمر بس ما كترت. هلا بس انغليت المي انا بدي اشيل الزفرة. بس نأمنت على الزفرة ان انشالت خلص بضغط اللحمة بحدود ساعة او اقل حسب نوع اللحمة عندك. انا كانت عندي قاسي شوي. الرز هون دقعته نص ساعة، وبعدين طبخته مدة 7 دقايق بعد غليان المي وصفيته. هلا بنبدأ بتطبيق الطبخة. حطيت اول شي جزر مبروش، وبعدين حطيت فوق الزبيب، وصفيت اللحمة فوقه. ما شاء الله كيف طالعة بالضغط. وهلأ بدي احط الرز فوق اللحمة. وبعدين المرقة اللي ضلت اللي قليلي، لانه انا بس غمرت اللحمة غمر ما كترت مي. رح احط المرقة فوق الرز وحرك شوي، ورح احط معلقة سمنة، ورح اضغط الرز على اهدى حرارة ممكنة مدة 50 دقيقة. وهي هي النتيجة ما شاء الله. شوفوا شلون ما بتتخيلوا قديش الرز هذا مميز، بيختلف عن كل الاشياء اللي بنطبخها. لانه نكهته ما أنا معتمدة على بهارات ولا معتمدة على اي شيء تاني. معتمدة بس على البصل المكرمل ونكهة اللحمة. هي انا اول مرة بجربه. كتير كتير حبيت الوصفة وحبيت شارككم فيها. دعموني بلايك واشتراك اذا حبيتوا الوصفة، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وصحتين وهنا سلفا، وباي باي.